متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتنا وقناتكم قناة حواديت. وحدوتنا النهاردة عن عيلة أقل ما يقال عنها إنها عائلة مخبولة جدا. الأب ادعى النبوة والأم والأبناء صدقوه، وما اكتفاش بكده، ده كمان قال على ابنه إن هو رسول من عند ربنا، وكل أوامره ونزواته لازم تكون مجابة. طيب تعالوا نشوف ايه الحكاية، بس الأول اتأكد إنك عملت اشتراك للقناة وفعلت الجرس، كمان اللايك عشان تشجعني أعمل فيديوهات أكتر. ما تنساش الشير والكومنت. فاصل قصير وراجعين على طول. أهلا بيكم من جديد، ونرجع مرة تانية للعيلة المجنونة دي. بس خلينا نبدأ الحكاية من أولها خالص، ونرجع لأوائل القرن التسعتاشر لما أسس شخص يدعى يعقوب واربر طائفة أطلق عليها طائفة واربر، وادعى من خلالها إن هو بيوحى إليه. كمان ادعى إن كل غير المنتسبين للطائفة دي هم من الأشرار، وكمان مغضوب عليهم من الرب. التلمذ على ايد يعقوب دوت واحد اسمه جورج ريهل، واللي بعد موت يعقوب اعلن نفسه قائدا وزعيما للطائفة خلفا للعم يعقوب. ولحسن الحظ الطائفة دي ما كانتش ليها شعبية كبيرة، وإن كان عدد أعضائها وصل 500 أو 600 خلال الفترة من أوائل القرن التسعتاشر وحتى أوائل القرن العشرين. وكان أحد أعضاء الطائفة دي واحد اسمه هارولد ألكسندر، واللي بدوره أعلن نفسه زعيما وقائدا للطائفة بعد وفاة جورج ريهل. ومن حسن حظه ان مراته كانت مخبولة زيه، فلما قال لها ان هو بقى زعيم الطائفة دي ورسول الرب والكلام ده كله فرحت جدا، واعلنت ايمانها التام بكل حرف جوزها بيه. الجنان ما وقفش لحد كده، بعد فترة انجبوا ولد سموه فرانك. هارولد بلغ مراته بعد ميلاد فرانك ان فرانك ده هو رسول الرب، ويجب ان يطاع طاعة عمياء، وان كل رغباته ونزواته اوامر. فرانك اتولد سنة 1955، وكان جميع أفراد الأسرة بيخدموه كما لو كان ملك. كل طلباته مجابة، وكل رغباته أوامر تتنفذ بالحرف الواحد. فرانك بالغ في تقديس نفسه، وعلى ذلك فهو لما وصل سن المراهقة قرر إن هو لا يمكن يلوث نفسه مع أجساد نساء بره الطائفة، وبناء على ذلك فهو هيبدأ في الممارسة الجنسية مع أمه وأخته الكبيرة. المفروض ان مهما كان الابن دوت مقدس وجميل وفيه كل حاجة، بس لما الكلام يوصل للمرحلة دي المفروض ان الاب يسكعه قلمين ويفوقوه. بس اللي حصل ان الاب شجعه لدرجة انه كان احيانا بيشاركوا في المرأة نفسها، سواء كانت الام او البنت. وبالنسبة للام والبنت فطبعا قبلوا بالمهمة دي في سبيل خدمة ومتعة رسول الرب اللي هو فرانك ألكسندر. كل الممارسات الغريبة دي كانت بتحصل على مسمع ومرأة من الأختين الصغيرين التوأم، واللي بدورهم كانوا بيتكلموا مع أصحابهم. برغم قلة عدد الأصدقاء، إلا إن انتشار القيل والقال خلى الشرطة مهتمة جدا بأخبار النبي المزعوم وأسرته. عائلة ألكسندر حست بعدم الأمان، وحس إن الشرطة بتراقبه، ودوت اللي خلاهم يفكروا يهربوا لجزر الكناري، وهناك أجروا شقة صغيرة وقعدوا فيها. الجيران كانوا ملاحظين ان العيلة دي منعزلة عن الناس برغم اصواتهم العالية جدا في الصلوات والطقوس الخاصة بتاعتهم، ودوت اللي تسبب في لفت الانظار ليهم. المهم، البنتين التوأم كانوا بيشتغلوا خدامات في البيوت، اما فرانك فاشتغل كاتب في احدى شركات الشحن، وده كده اللي بيأمن الدخل المادي للأسرة. ونوصل لأشد فصول القصة جنونا، وفي يوم 22 ديسمبر سنة 1970 ظهر هارولد وفرانك في فيلا مجاورة ليهم، كانت أحد البنات بتشتغل فيها خدامة، وطلبوا من صاحب الفيلا مقابلتها. رحب بيهم الراجل وطلب منهم الانتظار في الحديقة. طلع صاحب الفيلا وقال لها إن أبوكي وأخوكي تحت وهما في انتظار. نزلت البنت بسرعة، وقف الدكتور قريب منه، وكانت دهشته عظيمة لما سمع الأب بيقول لبنته: حبيبتي، أنا عاوزك تعرفي إن أنا وأخوكي دلوقتي خلصنا على أمك وأخواتك وجثثهم هناك في البيت. المفروض برضو إن البنت كانت تنهار وتلطم على وشها وتشق هدومها والكلام ده كله، لكن ده طبعا ما حصلش، زي ما تعودنا من العيلة دي على ردود الأفعال الغريبة والتصرفات اللي دايما بتدل على خبل غير طبيعي. المهم البنت بصت لأبوها ومسكت إيده وحطتها على خدها وقالت له: أنا متأكدة إنك عملت الصح. ونرجع للدكتور اللي كان واقف جنبهم، واللي كانت دهشته عظيمة لما سمع الحوار دوت، واللي تضاعفت دهشته آلاف المرات لما شاف رد فعل البنت، لدرجة إنه بحلق فيهم. حتى إن هارولد أخد باله وقال له: ده أنت بتتجسس علينا بقى. على العموم أيوة، احنا قتلنا مراتي والبنات لأن هي دي ساعة القتل.
تضاعفت دهشة الدكتور خاصة بعد ما شاف الدم على هدومهم، بس هو ما كانش مصدق عينيه في الأول، وقال ده ممكن يكون طين أو تراب أو أي حاجة تانية، لكن اللي حصل إن هو كان دم. الدكتور طلب منهم الانتظار وبلغ الشرطة. جت الشرطة بسرعة وقبضت عليه، وانتقلت قوة للشقة ومعاهم طبيب الشرطة. طبعا اضطروا يكسروا الباب. كان مسرح الجريمة مرعب بمعنى الكلمة، كل حاجة مكسرة والدم في كل مكان حتى السقف. في الصالة كانت جثث البنتين مارينا الكبيرة وبترا الصغيرة، وفي أوضة النوم كانت الأم مرمية ومقتولين كلهم بنفس الطريقة. في مركز الشرطة فرانك بدأ يحكي بهدوء تام إيه اللي حصل. بيقول أنا كنت في الأوضة وفجأة لقيت أمي بتبصلي جامد، بس لأن أنا رسول الرب ومقدس جدا فما ينفعش إن حد يبصلي بالشكل دوت. أخدت الشماعة الخشب وضربتها على راسها كذا خبطة كده لحد ما أغمى عليها، وراح لأبوه عشان يقوله. في طريقه قابل مارينا، قام ظابطها خبطتين هي كمان بالمرة، وقعت. فقال اشمعنى بترا، لازم أدور عليها وألاقيها. وأول ما شافها خبطها خبطتين برضه واتكومت زي اللي قبلها. راح لأبوه وقعدوا يعزفوا على البيانو ويمجدوا الرب. بعدها جاب السكينة وفضل يفتح بطنهم ويقطع أجسادهم بحجة إن هم لازم يتطهروا من نجاستهم، وإن أكيد هم دلوقتي سعداء في الجنة. فرانك أكد إنه مش ندمان، لأن ده كله جزء من معتقده الديني، وإن هو تم تكليفه من الوحي إنه لازم يعمل كده لأن هي دي ساعة القتل. كمان الأب كان هادي جدا وكان بيأكد إن مفيش حاجة تستحق الندم، بالعكس دي مناسبة سعيدة جدا ولازم نحتفل بيها. إيه أسعد من إن الزوجة والبنات سبقونا على الجنة؟ ده حتى بعد ما قتلناهم قعدنا نغني على البيانو. اللي حصل بعد كده إن تم اعتبار الأب والابن غير لائقين عقليا للوصول أمام المحكمة، وتم إيداعهم في مستشفى للأمراض العقلية، إلا أنهم بعد فترة برضه فضلوا مقتنعين إن ارتكابهم للجريمة دي كان عمل من أعمال التطهير، وإن الزوجة والبنات دول شهداء، وإن هارولد وفرانك نفسهم بيدل اضطهادهم بسبب معتقدهم الديني، حتى إن هارولد فضل ينادي فرانك باسم النبي. أما بالنسبة للبنت سابين اللي فضلت عايشة، فهي طلبت إن هي تروح للدير علشان تبعد عن النجاسة وعن الشياطين. والحقيقة إن لحد دلوقتي في ناس بتتبع الطائفة دي، وإن في ناس معتقدة إن فرانك نبي وإن هو تم اضطهاده، بس الناس دي عايشة منعزلة عن المجتمع وعن الناس، لأن في اعتقادهم إن كل من هو لا يتبع هذه الطائفة فهو نجس ولا يجوز الاختلاط به إلا للضرورة القصوى. خلصت حكايتنا النهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. لو عجبك الفيديو دوس لايك. انتظروني السبت من كل أسبوع الساعة 9 مساء. يا ريت تتابعوني على الفيسبوك والإنستجرام، هتلاقي كل الروابط في صندوق الوصف. أشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.